اخش ذكاء اصطناعي ولا اخش حاسبات ومعلومات؟ بص يا صديقي، هقول لك من وجهة نظري، خش الكلية اللي التنسيق بتاعك هيجيبها، ايا كان بقى ذكاء اصطناعي حاسبات ومعلومات. ولكن لو ذكاء اصطناعي بفلوس، لا، ما تخش الذكاء اصطناعي، خش حاسبات ومعلومات. خش الكلية المجانية بالتنسيق بتاع حضرتك، وفي نفس الوقت خش الكلية القريبة منك. يعني لو حاسبات ومعلومات اقرب ليك، خش حاسبات ومعلومات. لو انت مثلا في محافظة التنسيق بتاعك جايب حاسبات ومعلومات، توكل على الله، شوف القريب لحضرتك وتوكل على الله فيه. وكده كده الفلوس اللي انت بتفكر تدفعها في قسم او في كلية تكون بفلوس، او بتدفع لها مصاريف سنوية زيادة، يعني مش كلية حكومية، لا، الفلوس دي انت ممكن تستثمر بيها في مكان تاني غير الكلية دي او غير القسم الخاص ده. حتى في الاقسام بتاعت حاسبات ومعلومات، خش القسم اللي هو ببلاش، اللي هو من غير ما تدفع فلوس نهائيا. انا كنت دخلت سوفت وير انجينير القسم ده، ولكن ساعتها كان مجانا. تقريبا دلوقتي بقى بفلوس، فما بنصحش حد بيه، بقول له خش القسم اللي قدامك يكون مجاني. في النهايه كله بيدرس تقريبا معظم المواد، او بيدرس يعني ايه، مواد شبه بعض جدا، والحاجات البسيطه جدا ممكن تلمها بره القسم ده.